من جديد يسعد صباحكم مستمعي ومتابعي بوير اف ام بفقرتنا الطبية من برنامج عطر الصباح. اليوم رح نتحدث عن الإنفلونزا الموسمية، ولمعرفة معلومات وتفاصيل حول هذه الإنفلونزا معنا عبر الهاتف الدكتورة مريم عبد الرحيم أحمد، الأخصائية بأمراض الأطفال والرضع وحديثي الولادة، وهي رئيسة المشتركة في مجلس الصحة لمقاطعة الجزيرة. عبر الهاتف يسعد صباحك دكتورة. يسعد صباحك يا رب. يا أهلا وسهلا فيكي، وكثير الشكر لانضمامك معنا للحديث حول هذا الموضوع الطبي، الإنفلونزا الموسمية بشكل خاص. بداية، كيف يمكن تعريف هذه الإنفلونزا الموسمية وما هي أسبابها؟ تفضلي. تمام، يعطيك العافية يا رب. الإنفلونزا طبعا هو القريب المتعارف عليه المعروف يعني كمرض موسمي، عدوى فيروسية، إنتان فيروسي بيصيب الجهاز التنفسي العلوي، ممكن السفلي كمان. السبب هو فيروس الإنفلونزا الحالي، يعني هلا المرض المنتشر حاليا. هذا فيروس الإنفلونزا طبعا هو منه جديد، تقريبا عام 1968 بلش، ومن وقتها لهلا كل سنة بيطلع لهم متغير جديد. شكل جديد من المتحورات الفيروسية. يا عيني، أيوة. شكل جديد أو متحول جديد أو متغير جديد. هلا بقى كل متغير له أكيد صفات يعني خاصة فيه. هلا المميز بهالسنة بالإنفلونزا المنتشرة بهالسنة أو المتغير المنتشر الحالي إنه بتكون انتشاره أسرع من باقي الأنماط. أول شغلة. ثاني شغلة بتكون الأعراض شوي أشد، خاصة الحرارة والسعلة. الحرارة بتكون عالية جدا، ممكن ما تستجيب لخافضات الحرارة، والسعلة بتكون جافة ومتواصلة وممكن تستمر أسبوعين أو 3 حتى. نعم. هذا اللي بيميزه. دكتورة، أشرتي أنه الأعراض بتتغير يعني مع تغير المتحورات أو لما المتحورات بتطور من نفسها. بشكل عام شو هن أعراض الإنفلونزا الموسمية ومتى تظهر هذه الأعراض، وخاصة نتحدث عن الأطفال بشكل خاص دكتورة، تظهر بعد الإصابة بهذا الإنتان الفيروسي؟ تمام. طبعا الأعراض بالإنفلونزا هي أول شيء طبعا بتبلش بألم بالحلق، صداع، آلام هيكلية، ارتفاع حرارة بتكون شديد أكثر من 38.5، وممكن يعني ما تستجيب لخافضات الحرارة، وهن عام، ممكن بعض السعال جاف وبيكون مستمر، يعني بتستمر أسبوعين أو حتى 3، أو ممكن عند البعض المرضى ممكن تستمر حتى شهر. بعض المرضى ممكن يطلع عندهم أعراض هضمية مثل إقياء، إسهال، يعني بتوصل لمرحلة الإجفاف. هناك الكثير من الأعراض. هذه الأعراض تختلف وفقا لنوع الإنتان الفيروسي المسبب دكتورة، لأنه الكثير من الأعراض أشرتي إلها. طبعا أكيد، يعني بيختلف حسب العمر وحسب كمان الحالة أو مناعة الطفل أو الحالة المرضية. مثلا الأطفال اللي عندهم أمراض مزمنة ممكن يتفاقم عندهم المرض المزمن، مثلا إذا كان مريض ربو يتفاقم عنده حالة الربو وبتطول عنده فترة المرض أكثر حتى. نعم. هلأ بالنسبة للأعراض إمتى بتظهر؟ هلا بالعاده فتره الحضانه، يعني اول ما بيدخل الفيروس للجسم بتضل تقريبا فتره حضانه من يوم ل4 ايام، يعني ممكن خلال يوم تطلع الاعراض على الطفل او ممكن بعد 4 ايام، بس الغالبيه العظمى بعد يوم او يومين بتطلع الاعراض، يعني مجرد ما طلعت الفيروس دغري بيطلع الاعراض عند الطفل. دكتوره، لماذا بتتغير او توقيت ظهور الاعراض من شخص لاخر او من طفل لاخر؟ بتتضمن نوع يعني بتتعلق بحالة الطفل أو المناعة عنده أو الحالة الصحية؟ طبعا اوكي. طبعا اكيد بيتعلق بمناعه الجسم سواء كان طفل او كبير، يعني اكيد الاطفال الصغار نحن بنعرف مناعتهم لسه مو مكتمله منيح، يعني هيك ممكن الاعراض عندهم تظهر بشكل اسرع. بالإضافة إنه الأطفال يعني ما في عندهم الإجراءات الوقائية والاهتمام بالنظافة الشخصية، ما بيعرفوا مثلا أو ما بيعرفوا مثلا كيف يوقوا حالهم، أو ما بيعرفوا حتى مثلا إنه يشكوا مثلا. هلا الكبير إذا مثلا صار عنده أعراض ممكن يقول مثلا إنه حاسس بوجع بالحلق أو راسي عم يوجعني، أنا حاسس إني بدي أقرب أو بدي رشح. بس الأطفال ما عندهم إدراك يعني الكبار، ما في عندهم ما في عندهم هالإدراك اللي ممكن مثلا تنقذهم مثلا يعني ببداية الإنفلونزا
الإنفلونزا دغري مثلا مم. ببعض الإجراءات الوقائية ممكن يتخلص منها، بينما الكبار لا، مثلا عندهم هالإدراك وممكن يعني لهيك حالات الكبار يعني عند الأطفال مم. بتكون أكثر. نعم، وممكن تتأخر لظهور الأعراض، وبالتالي ممكن يكون في تأثير على الطفل بدون ما يكون واضح أنه هذا طبعا الطفل عنده إصابة أو إنتان فيروسي بالجسم. طبعا أكيد. عنده دكتورة أشرت لي بعض النقاط فيما يتعلق لماذا الأطفال يتأثرون أكثر من غيرهم بالإنتان الفيروسي، وهنا نتحدث عن الإنفلونزا الموسمية. ولكن هل هناك نقاط أخرى غير مسألة المناعة؟ طبعا. هل هناك نقاط أخرى بتوضح لماذا الأطفال يتأثرون أكثر من غيرهم بهذه الإنفلونزا؟ تمام. طبعا قلنا اول شيء المناعه، ثاني شغله هلا التجمعات اللي بتصير بالمدارس وبالروضات. يعني الاطفال وخاصه بهالفتره الشتاء، طبعا الشتاء اساسا الجو البارد والجاف اللي عنا هو كفيل انه يساعد على انتشار الفيروس، فما بالك انه هالجو البارد كمان بنجمع يعني اعداد هائله من الاطفال بالمدارس او بالروضات ومسكر عليهم الابواب والشبابيك. يعني حتى تهويه الغرفه بتضل شو يعني انه مجرد ما عطس طفل او سعل طفل او مجرد ما طفل عم يحكي عم ينشر الفيروس بالهواء الغرفه. اذا ضلت الغرف هدول يعني مو مهوايه وما تغير تهويتها، ممكن كل الاطفال الموجودين بنفس الصف كلهم ينصابوا فيه. وبالاضافه انه حجم الطفل بيكون يعني هو اصغر من حجم الكبير اكيد، وبالتالي امكانيه الاصابه او الانتشار بتكون يعني اسهل عند الطفل من عند الكبير. نعم. بتتعلق بشكل خاص بمسألة الإجراءات الوقائية. دكتورة أشرت لنقطة المدارس والروضات فيما يتعلق بتهوية الغرفة، تباعد بين الطلاب، أخذ إجراءات احترازية. هل هناك حالات صحية خاصة بتتأثر أكثر من غيرها بالإنفلونزا؟ طبعا الأطفال الرضع خاصة الأعمار أقل من 2 هدول بيتأثروا أكثر بصراحة. أو فينا نقول الكبار بالعمر، مثلا الأعمار أكثر من 65 سنة ممكن كمان يتأثروا أكثر، أو يكون في أمراض مصاحبة. دكتورة، الأطفال اللي عندهم أمراض مزمنة مثل مثلا مرضى القلب، مرضى الكلية، مرضى السكري، مرضى الربو، مرضى السرطانات، أو اللي عندهم سوء تغذية، أو اللي عندهم بالأساس نقص مناعة، هدول أكيد رح يتأثروا أكثر. يعني الأعراض بتكون عندهم أشد، ويفضل هدول يعني خاصة يعني إذا الأهالي يعرفوا إنه ابنهم في عنده مرض مزمن، يفضل دغري يراجع طبيب، لأنه هدول الحالات الشديدة بتكون عندهم أكثر، ممكن تسبب يعني مشاكل جانبية بصحتهم، مشاكل أخرى. بتتشابه هالأعراض دكتورة أعراض الإنفلونزا الموسمية مع الكثير من الحالات الأخرى، على الرغم ممكن يكون المسبب مغاير وليس نفس المسبب، ممكن ما يكون المسبب هو فيروسي، ممكن يكون بكتيري، ولكن بتتشابه الأعراض. هون كيف فينا نميز إنه هالأعراض بتخص الإنفلونزا التي تكون مسببها فيروسي وليس بكتيري أو أسباب أخرى؟ تمام. طبعا اكيد هلا في بعض الاعراض بتكون متماثله، مثل الصداع، الحراره، الالم الحلق، ولكن هلا بالعاده بالرشح المعروف او المنتشر اللي بيكون اسبابها يعني فيروسات خفيفه. هاي بتكون اعراض خفيفه اكثر، مثلا يعني اغلب الحالات او اغلب الاعراض يعني بس بتتركز بالانف، بالحلق، بالراس، يعني انه ما بتصل لمرحله الطفل ولا يكون عنده وهن عام وحراره شديده ما عم تستجيب وسعله شديده ما عم تستجيب. لهيك الانفلونزا هلا في نقطه معينه، الانفلونزا هو الفيروس هذا بيدخل الدم، مجرد ما دخل الفيروس على الدم بالاعراض رح تكون اكيد اكثر شده. بالاضافه طبعا التمييز بيكون بالفحص السريري، يعني مثلا فحص الصدر بباقي الامراض بنلاقي اصغائيات مميزه او معينه، بينما بالانفلونزا بتلاقي حاله الطفل كثير شديده، عم يسعله كثير وحرارته كثير عاليه، ولكن فحص الصدر بس تفحصي ما بتسمعي اصغائيات، يعني هذا كمان شيء مميز. طبعا بالاضافه الى بعض التحاليل اكيد، يعني سواء مسحات من الانف او الPCR اللي بيميز الانفلونزا عن غيرها. نعم. دكتورة أشرتي فيما يتعلق بمسألة كيف أو إلى متى يستمر المرض. هنا نقطة أخرى، متى يكون هذا الطفل أو الشخص المصاب بالإنفلونزا الموسمية لديه قابلية نقل العدوى لآخر؟ طبعا هلا قلنا اول شيء فتره حضانه الفيروس 1 ل4 ايام، يعني مجرد ما لقط ممكن بعده يوم ل4 ايام تظهر الاعراض. هلا امتى فيه ينقل؟
بالعادة قبل ما تطلع الأعراض بيوم لبعد 5 ل7 أيام. يعني مجرد ما نصاب الطفل نتركه أسبوع، نعزله أسبوع، لأنه بهالأسبوع رح يعدي غيره. يفضل يضل أسبوع معزول عن غيره مشان ما يعدي غيره. طبعا وفترة المرض كلها 5 ل7 أيام، بس الأعراض الثانية مثل الوهن العام والسعال ممكن تستمر أسبوعين أو 3 أسابيع. نعم. هنا هل هناك أعراض تحذيرية يجب الحذر منها عند الأطفال، أنه إذا ظهرت هذه الأعراض أو العلامات يجب مباشرة نوجه طفلنا للطبيب أو أي مركز صحي؟ في أعراض محددة دكتورة؟ تمام، طبعا اكيد مثلا الحراره الشديده اللي ما بتستجيب مثلا، خاصه لانه في كثير مرضى ممكن يصلوا لمرحله الاختلاج الحروري. لهيك اذا حراره الطفل ما عم تستجيب وعاليه جدا يفضل مراجعه طبيب. الطفل اللي عنده صعوبه بالتنفس، عنده زرقه، محتاج لاكسجه، هذا اكيد طبعا يفضل نراجع مركز صحي. الاطفال اللي عندهم ضعف شهيه ما عاد يقدروا ياكلوا ولا يشربوا سواء، ممكن يتجففوا. الاطفال اللي عندهم اقياءات واسهالات شديده ممكن كمان هدول يفضل مراجعه الطبيب. والاطفال اللي بالاساس عندهم امراض مزمنه يفضل طبعا أو مناعتهم خفيفة أو عندهم سوء تغذية يفضل مراجعة أقرب مركز أو طبيب مشان يعني تقييم الحالة وإعطاء العلاج المناسب. دكتورة، في نقطة كتير مهمة، مسألة إنه نحن الكبار والأطفال اللي سنواتهم أكثر من 5 أو 6 ممكن يكون في علامات بتوضح لنا إنه هذا الطفل عنده مشكلة صحية أو إنفلونزا، ولكن الرضع ممكن ما يكون في وعي أو وضوح إنه هذا الطفل الرضيع عنده إنفلونزا أصيب بها من أحد ما. ففي اشياء او علامات بتتعلق بالرضع ممكن ننتبه إلها؟ يا عين ايوه. هلا الرضيع اذا في حال ما عاد يقدر يرضع او ما عاد يرضع، او اذا حرارته عاليه وما عم تنزل، او سعلته شديده لدرجه انه ما عم توقف او مو قدران يرضع، هدول الاعراض اذا طلعت على الطفل او قلنا اسهالات وقيات شديده يفضل يعني هذا الطفل اكيد بحاجه نعرضه على طبيب مشان يقيم حالته ويشوف العلاج المناسب. دكتوره، المضاعفات اللي ممكن تصل إلها الإنفلونزا ممكن تصل لأي درجة من المخاطر سواء عند الرضع أو عند الكبار؟ وبدي أضيف نقطة أنه تم تداول أنه في أطفال نتيجة هالإنفلونزا فقدوا حياتهم. طبعا الاختلاطات اللي ممكن بتصير بالإنفلونزا ممكن يصير عندهم التهاب رئوي والتهاب بالصدر ثانوي أو جرثومي ثانوي، ممكن التهاب أذن وسطى ثانوي، ممكن التهاب جيوب. وفي بعض المرضى ممكن يصير عندهم هدول في حالتين اللي بتوفوا صار عندهم التهاب دماغ. نعم. وطبعا وتأخروا بمراجعة الطبيب والتأخير بالتدبير لوصلوا لحالة الوفاة. يعني لهيك بنقول أي طفل شفت حالته تعبانة، حرارته ما عم تنزل، شفت وعيه صار مضطرب، طفلك صار ينام كتير، ما عم يرضع منيح، ما عم ياكل منيح، يفضل تراجعي دكتور، لأنه ممكن يكون فايت باختلاط إنه ما نكون عارفينه. يعني نتيجة الحرارة الزائدة دكتورة. نعم. هو نتيجة الحرارة الزايدة في منه مثلا بيصير عندهم اختلاجات كثيرة، أو ممكن بيصير عندهم التهاب دماغ بالأساس هو اختلاط لهذا الفيروس، لهالفيروس وغير الفيروسات كمان. نعم. في حال يعني تأخروا بمراجعة الطبيب أكيد يعني الاختلاط أو اختلاجات اللي بتصير، سلسلة اختلاجات اللي بتصير أكيد رح يأثر على الطفل. نوضح فيما يتعلق بالعلاج للمتابعين أو المتابعات دكتورة حول العلاج وكيفية التعامل مع إصابة طفل بالإنفلونزا الموسمية. هون المسبب فيروسي، هل يا ترى في أدوية تعطى للمصابين أم يكتفى بتدابير تتعلق بمسألة الحرارة والمسكنات؟ تمام. طبعا قلنا سبب فيروسي، لهيك ما في داعي لالتهاب الشرابات الالتهابات او مضادات الالتهابات اللي بتستخدم بشكل كثره. يعني في كتار عم ياخذوا ابر التهاب وشرابين التهاب او 3 ويقولوا الطفل ما عم يستجيب، هذا ما في داعي، هو بالاساس فيروسي. الاجراءات فقط يفضل الالتزام بالاجراءات الوقائيه من العزل، التهويه الجيده للغرف، التباعد الاجتماعي يعني والاهتمام بالنظافه الشخصيه، تعليم الاطفال على انه كيف يعقموا
يعقموا إيديهم، كيف يغسلوا إيديهم، مم. ويحطوا كمامات. مم. بالإضافة لإكتار من السوائل، سواء كان عم يشرب أو إذا طفل مو قدران أبدا يشرب ممكن يركب له سيروم. مم. وبالإضافة لخافضات الحرارة، أأمن خافض حرارة الباراسيتامول. مم. يمنع منعا باتا مم. إعطاء الأسبرين للأطفال، يمنع منعا باتا. دكتورة، وبالإضافة نعم. على أدوية السعلة، مم. يفضل الأهالي إنه ما يخبصوا بأدوية السعلة للأشخاص اللي أعمارهم أقل من 4 سنين، لأنه الأدوية السعلة في إلى تأثيرات جانبية للأطفال ممكن تأذي الطفل بدل نعم. ما تشفي. مم. لهيك يفضل يعني بس إنه التركيز على خافض الحرارة والسوائل. في حال طفلك سعلته زايدة كتير أو ما عم يستجيب، ممكن تراجعي الطبيب ليوصف له الدواء المناسب لعمره، نعم. أو إذا فايت باختلاط ممكن وقتها ينحط له الدواء. طبعا المضاد الفيروس موجود هو، ولكن لا يعطى لكل المرضى، فقط المرضى اللي حالتهم شديدة، أو بعض المرضى مثلا عندهم بالأساس نقص مناعة أو أمراض مزمنة ممكن ينحطوا على مضاد الفيروس. يفضل أول 48 ساعة ياخذوا المضاد مشان ياخذ مفعوله. دكتورة، في حالات ممكن نتيجة الإصابة بالإنتان الفيروسي يكون في تداعيات بتتعلق ممكن أجزاء أخرى من الجسم، ممكن يؤدي الإنتان الفيروسي لالتهاب في الأذن على سبيل المثال. في هذه الحالة يمكن وصف أدوية بتتعلق بالتهاب الأذن، ولكن الإنتان الفيروسي طبعا لا يوصف له مضادات حيوية. أكيد طبعا قلنا أن الإنتان الفيروسي هو بالأساس سبب فيروسي، لا يؤخذ مضاد التهاب. لا شرابات الأوغمنتين وإبر الروز هاي ما في داعي، بالعكس تأذي الطفل. إلا إذا فات باختلاط، سواء التهاب أذن، التهاب ذات رئة، التهاب قصيبات شعرية، التهاب دماغ، وقتها الدكتور طبعا يعني ممكن ينكتب له الدواء أو شراب الالتهاب المناسب للحالة، المناسب للمرض. ومو انه يتجهوا للصيدليات وياخذوا اي دواء. أكيد طبعا. هذا الشيء ممكن يأثر بشكل سلبي وليس ايجابي. دكتورة، أشرتي لعدد من النقاط بتتعلق بالمحاذير اللي فينا نسميها أو الأمور التي يجب تجنبها خلال إصابة الطفل بالإنفلونزا الموسمية فيما يتعلق بالإسبرين، أدوية السعلة، إبر الروز. هل هناك أيضا أمور أخرى بتضيفي على هالنقاط كمحاذير؟ طبعا هلا كمحاذير أهم شيء الأهالي ما يخبصوا بالأدوية. يعني ياما بنشوف مثلا عاطين قد شرابات السعلة للكبار، أو شراب يعني مربو للطفل الصغير وبالأساس ما عنده مركب تشنج. يعني هذا بالعكس بيضر القلب، بيسرع القلب، ممكن يدخل الطفل بمتاهة. في بعض الشرابات مثل مضادات الرشح ما بينعطى لأعمار أقل من 2 سنين، بيعمل عندهم تضيق بأوعية الدماغ. ممكن الطفل هذا بيفوت بهياج وممكن اختلاج ممكن يروح فيها. بالأساس يعني الأهالي هن مفكرين إنه عم يعالجوا الطفل، بس بالعكس إنه استخدام الخاطئ للأدوية هذا بالعكس بيضر الطفل أكثر ما إنه يعالجه. لهيك إنه يفضل الإقلال من استخدام الأدوية، وبالإضافة للاهتمام بالإجراءات الوقائية. وطبعا تغذية الطفل أهم شيء. يعني إنه تغذية صحية، يكثروا من الفواكه، السوائل. الأدوية الدسمة زيادة عن اللزوم يفضل ما يعطون إياه. يعني الدهن، الطبخ الدهن أو الطبخ الدسم يفضل فترة المرض يخففوا. يبلشوا يعني يعطوا أكل صحي أكثر للطفل. دكتورة، حول واقع الإصابات بالإنفلونزا الموسمية وخاصة بين الأطفال في منطقتنا، وتناولنا ضمن اللقاء أنه شهدت منطقتنا قبل أيام زيادة ملحوظة بهذه الإنفلونزا وشدتها، وأشرت للأسباب فيما يتعلق بهذا الأمر. طبعا استدعى الأمر تعطيل المدارس لعدة أيام لتعقيمها. لو تطلعينا على آخر التحديثات والمعلومات المتوفرة لديك حول هذه النقطة، كيف صار الوضع؟ تم التحكم بمسألة زيادة عدد الإصابات؟ تمام. طبعا هلا بسبب كثرة الحالات بالمدارس، لأنه بتعرفي تجمعات المدارس وعدم إدراك الأطفال بالإجراءات الوقائية، بصراحة يعني زادت الأعداد المرضى بين طلاب المدارس كتير. والطفل يعني مو واعي. مثلا والله إذا أنا مثلا عطست لازم أعطس بالمنديل، أو مثلا لازم أحط كوعي مشان ما أعدي غيري. لازم يكون مسافة بيني وبين الرفيق أقل شيء متر. أو مثلا لازم تهوية الغرف تتغير. هدول ما كان في
في هالإجراءات أو نعم. هالإدراك، لهيك الأعداد كتير يعني زادت بشكل كتير كبير. لهيك يعني طبعا بالتنسيق بين هيئة التربية وهيئة الصحة تم القرار بتعطيل المدارس أربع أيام. نعم. ليه؟ ليه طبعا مشان نعطي لتعقيمها. مجال للأطفال نعم. اللي كانوا مرضانين يتحسن، يعني يقعدوا بالبيت ياخذوا استراحة ويتحسنوا، نعم. وإنه نحد من انتشار هالفيروس. وتاني شغلة مشان هالمدارس يعني تتغسل تعقم. وتتعقم، نعم. تتعقم أو تتهوى، يعني تتهوى منيح. طبعا من اليوم الخميس 17 الشهر بلشنا بتعقيم المدارس. طبعا بلشنا دغري مثلا بكافة المقاطعات، مقاطعة الحسكة والقامشلي وديرك. نعم. طبعا وزعنا المعقمات وبلشوا لحديت اليوم. طبعا في كتير مناطق انه تقريبا خلصوا تعقيم المدارس، بس في بعض المناطق مثلا خاصة القرى النائية هدول اللي ما اجوا مثلا، ما اخذوا كفايتهم من المعقمات، هدول تاخروا شوي لحديت يعني اليوم او بكره ان شاء الله بتكون كمان يعني تعقيم المدارس. كل المدارس المقاطعة كلها بتكون خالصة. نعم. دكتورة، هل لهذه الإصابات لقاحات؟ هل تعطى هذه اللقاحات؟ فيما يتعلق باللقاحات لو بتضيفي معلومات لديك إن كانت متوفرة. تمام. طبعا الانفلونزا له لقاح وله لقاح سنوي، كل سنه لازم الطفل ياخده. طبعا الاعمار الاكثر من سنه وكل سنه لازم ياخذوا جرعه. ليش؟ لانه قلنا الفيروس هذا كل سنه بيطلع له متغير جديد. لهيك يفضل ياخذ انه لقاح المتغير الجديد او المتغير اللي كان السنه الماضيه. طبعا وهاللقاح لا يعطى لكل الاشخاص، يعني مو ضروري الكل ياخذه، وانما بعض الحالات خاصه اللي عندهم امراض مزمنه، خاصه الامراض المزمنة التنفسية. هدول ممكن ياخذوا اللقاح ويجددوا اللقاح كل سنة. نعم، يجددوا اللقاح كل سنة. كتير الشكر لك دكتورة. طبعا. ما رح ناخذ من وقتك أكتر. إذا بتحبي تضيفي أي شيء أو نقطة أنا ما سألت، تفضلي. تمام، يعطيك العافية رب. هلا طبعا حابة أشكرك وشكر المشاهدين أو المستمعين. مشاهدين ومستمعين. تمام. بحب خبرون يعني الانفلونزا هو يعني فيروس منه جديد، المرض مو خطير، ولكن بنفس الوقت في بعض الحالات الخطيرة، خاصة إذا هن عارفانين إنه ابنهم بالأساس مناعته ضعيفة أو عنده مرض مزمن، يفضل ما يتهاونوا بالأعراض، خاصة مثلا إذا شافوا حرارته عالية أو طفلك ما عم يرضع، ما عم ياكل منيح، يفضل تراجعوا مشان يعني الطفل ياخذ كفايته أو ياخذ مثلا علاجه بالوقت المناسب، إنه ما يصل لمرحلة والله فات باختلاطات أو مثلا لمرحلة الوفاة. وكمان يلتزموا بالإجراءات الوقائية ويعلموا أطفالهم عن النظافة، على الطريقة السعلة، كيف يسعلوا مثلا ما يسعلوا بوش رفقاتهم، لأنه بنعرف بالأساس الفيروس بينتقل عن طريق رذاذ التنفس. بس إنه الالتزام بالإجراءات الوقائية وإعطائهم غذاء صحي وسوائل منيحة واهتموا بنظافتهم. هاي كافية إنه نقدر كلياتنا يعني إنه نقضي على هذا الفيروس ونخلص موسم الشتوية بألف خير إن شاء الله. إن شاء الله. كل السلامة لكل الأطفال والمرضى. الدكتورة مريم عبد الرحيم أحمد، الأخصائية بأمراض الأطفال والرضع وحديثي الولادة والرئيسة المشتركة في مجلس الصحة لمقاطعة الجزيرة، كنتي معنا عبر الهاتف. كتير شكرا لك.